شايف ان في اسم مشهور في الساحه اوفر ريتد في مجال الباتل راب؟ في مجال الباتل راب ديزاستر ولا احمد سانتا؟ واخد اكبر من حقه. لا، في مجال الباتل راب الوحش بياخد بالشبشب من الفانز عشان احنا عندنا الفانز قاسيين قوي. فانديتا 9 ولا فرغلي؟ بس خلاص هي دي الاجابه مقتنعه جدا. بس كده. باتل راب كلمه سمعتها كتير قوي، بس انت فعلا عارف ايه هي؟ طب تعرف ان هي من ايام العرب وانها موجوده من زمان وكان اسمها الهجاء، بس الموضوع اتطور وبقينا في زمن الموسيقى الالكترونيه، وده نتج عنه الهجاء الحديث او الباتل راب. ظهر ايفنتات كتير زي المفشخه ورابور داي والدوري الابطال بتاعهم ريد بول مات الكلام. طب انت بتحضر وانا عارف انك متدمر عشان اكيد متقدر، مش فاهم رابك دلوقتي عايز تقول الفاظ جديده انا هخليك هتعيط. ولكن الثقافه دي بدات تتهاجم لاسباب كتير جدا والباقي من جمهورها قليل، بس في مصر الموضوع هنا مختلف شويه، بالعكس بقى ليها فانز كتير جدا كمان دلوقتي. فايه السر ورا ده؟ وده اللي هنناقشه مع بطل ليج رابور داي يوسف جابر يا جماعه. دلوقتي في شويه اسئله هنناقشها مع يوسف جابر، في منهم انتوا سالتوه، في منهم انا اللي اقترحته، احنا بنشوفها في السين عامه، فانا حابب ان انا اخد الاسئله دي ونسالها لحد فعلا فاهم في الموضوع ده، مش لاي حد وخلاص، فعشان كده جبنا يوسف جابر هو اللي هيجاوب على الاسئله دي قدامنا. الموضوع في مصر زي ما بنقول كده ان هو بدا الموضوع بقى ليه فانز، يعني زمان اصلا كان الفانز اقل كمان، دلوقتي حتى لو الموضوع قل الفانز لسه مكملين، وليه الموضوع زاد عن الفانز كمان عكس بره الموضوع يعتبر كان ترندي في فتره ما، بس الفتره دي كانت طويله يعني، بس هم هناك وقفوا او بقوا يشوفوا الباتل راب كرنج او ما بقاش حد فيهم عارف يقدم نفس المستويات اللي هم كانوا بيقدموها قبل كده، فده ممكن يكون اللي خلاهم بطلوا. احنا هنا في مصر الباتل راب قبل كده كان ليه فان بيز اكبر من دلوقتي، بس دلوقتي برضو الناس جالها نفس احساس اللي هو ايه، هل اللي بيتقدم ده كرنج؟ طب الباتل راب كان موضه وادمت، طب مش عارف ايه. لكن الباتل راب زمان سواء في مصر او سواء بره هو كان قوي، وحاليا برضو ما زال قوي سواء من الباتلرز او بره مصر. بره مصر وهنا. بس بره مصر اللي اعرفه ان مفيش غير ايفنت واحد بس في البرازيل تقريبا، ده غير اللي هي اليو ار ال تقريبا. يو ار ال وكان جولدات. هنا في مصر او في ايفنتات اكتر من الموجوده في العالم تقريبا. في اماكن كتير بتعمل ايفنتات احنا ما نعرفش عنها حاجه وممكن نعرف، بس الباتل راب حتى الان ما زال بيتقدم، بل بالعكس ده كمان في ناس دلوقتي بقت تقدمه بشكل ان هو يتعرض على تيك توك، او اللي هو بقوا يقولوا بارات بطريقه اللي هو ايه، دي الحته الكاتشي في الباتل اللي هي بيبقى فيه خطوط ومش عارف ايه وبتاع. بيبقى فيه هوك عموما يعني. واحد قبل كده في باتل بره كان جاب ازازه ميه ولونها اتغير وربط الموضوع Speaking of water, can I get some water? The one you gave me? Can I get some mirrors? You can just crush Dude, soda, how so you freaking get how water. freaking awesome is this guy? Freaking thoughtful all the time. He's dropping into mine. Yo, this man is a saint. He's honestly divine. Yo, he just turned my water into wine. الباتلر اللي قدامه ارنولد ده المفروض ان هو طالع، هو كان تيك توكر اصلا، كونتنت كريتور. فارنولد ده دلوقتي بيباتل راب ونزل قدام واحد اسمه ارسنال ده بقى عتيق هناك، عتيق من اوائل الناس اللي عملت ده بره في امريكا وكسبه. He's shaking the block. I've seen everyone I've ever known been fatally shot. You haven't been through what I've been through. Yeah, bro, thankfully not. It sounds terrible. Like حاجة كبيرة قوي ان حد لسه طالع جديد ويكسب واحد او جي، فدي بتبقى وبتحصل يعني زي ما انت عارف. مش همنتجها. حاجه الناس كلها شايفاها عن الباتل رابر، ليه الباتل رابر ما بيعرفش يعمل تراكات حلوه؟ وده بالدليل. هتشغل تراكاتي ولا ايه؟ انا قصدي ان الباتل رابر فعلا انت لو جيت تفكر مين الباتل رابر عمل تراك فايرال، هتلاقي عم بخبخ بتاع فرغلي بقاله مليون سنه، ده الحاجه الوحيده اللي كانت وقعت. اصل بص، باتل رابر دي برضو ممكن نصنف ويجز باتل رابر، ممكن نصنف ارسنك باتل رابر، وسانتا باتل رابر. لورد كان بيباتل زمان. ابو الانوار برضو كان باتل رابر وتراكاته كلها بالفايرال. بس خلي بالك انا بتكلم كواحد باتل رابر دلوقتي تراكاته بتبقى مش حلوه، فاهم قصدي؟ اللي هو لما بيطلع بره الباتل راب بيبقى تراكاته حلوه. الموضوع بالنسبه لي في حته قعده الاستوديو. انت الباتل رابر، انا كباتل رابر مثلا كل اللي انا ببقى عايز انميه طريقه كتابتي، وان انا احاول اقدم اللي انا بكتبه ببرفورم قوي، باتيتيود قوي. انا بحب الموضوع اصلا يبقى كانه سكريبت فيه سيناريو كده، وانا بمثله وبعمل مونولوج مع نفسي بالليركس بتاعتي، فانا تركيزي كله ان انا اقوي كل ده. لكن الاستوديو طبعا مهم طبعا، وهو تقصير مني او من اي باتل رابر تاني تراكاته وحشه، بس التراكات طبعا شيء مهم، بس قعدتنا في الاستوديو مش كتير. ده اللي يعني الباتل رابر بيبقى همه الليركس وبيبقى همه السكيما اكتر من ان التراك فايرال. انا بشوف كده. فده سبب ان التراكات مش وحشه
كلها هي التراكات مش مش احسن بتفايرل. حاجه، ومش التراك اللي هاي فايرال، او مش التراك اللي كل الناس هتحب تسمعه. الباتل راب مكمله بسبب ثقافه الشعب ولا مكمله بسبب تاخر السين المصري؟ زي ما قلت لك زمان كان بيجيب فيوز مثلا اعلى من دلوقتي، بس كده بيتقدم دلوقتي، بس في نفس الوقت برضه الفانز بتوع زمان مش هم نفس الفانز بتوع دلوقتي. والكواليتي دلوقتي اعلى كمان. بالظبط. فانت دلوقتي بتضيف فان بيز جديده، ممكن يكونوا في ناس بتقول لي مثلا على باتل انا وآية، او باتل انا ونادر سينس، اول باتل يشوفوها في حياتهم، ومن بعدها حبوا الموضوع وبقوا يتابعوا. لو حصلت خناقه مثلا هتلاقي الناس كلها بتتلم وتتفرج، فالناس بتحب تشوف كلاشات عموما في مصر يعني. والدم الخفيف والحاجات دي، فكلها ما بتتجمع بتبقى اقرب حاجه بالظبط. بتقدمها عملت هي الباتل راب راب. اكتر حاجه بتمثل الشعب المصري بالنسبه لي. شايف الباتل رابر اهم في الاداء ولا البارات؟ تأدية براته. يعني ايه؟ يعني ان هو يبقى عارف يأدي البار اللي هو هيقوله بادي لانجوج او ببرفورم. ما تقولش البارات دي بصوت عالي لحد فيهم يرجع يديك على نعيد ال8 سنين دول تاني. في ناس قاعده بتتفرج على الباتل دي، فالناس دي مش جايه بورقه وقلم بقى وتقعد تحلل البارات ومش عارف ايه. اول مره رحت ريد بول مات الكلام كنتش فاهم حاجه، بس لما بلاقيهم بيصوتوا صوت انا كمان. اللي هيجي يتفرج انت مش لازم تبقى كاتب بارات معقده للدرجه اللي هي تخلي واحد جاي بقى بورقه وقلم ونضاره وعمال بياخد البار بتاعك يكتبه ويحلله وبتاع، وبرده ما تبقاش بتأدي ومفيش بارات انت بتقولها، فانت لازم تجمع الاثنين ببعض. انت حتى لو اللي بيسمعك او بيتفرج عليك مش فاهمك دلوقتي، ممكن يدي نويز وهو مش عارف هو ادى نويز ليه مثلا. انا على طول ما ينفعش تعمل اداء من غير بارات، ولا بارات من غير اداء. طب اني اهم بنسبه اكبر؟ يعني واحد مثلا بيقول بارات قويه قوي بس باداء مش باداء ضعيف، ولا واحد بيقول بارات ضعيفه جدا باداء قوي؟ فرغالي كسب محمود حسين من غير بارية او يقابل براد. شايف موضوع الاداء اهم من البارات؟ انا شايف كده برضه. لو البارات اهم يبقى كان نادر سمير كسب سينس او محمود كسب فرغالي. السؤال ده صعب. انت باراتك حلوه باراتك وحشه، الناس قبلك هتكسبك، مش قبلك مش هتكسبك، حتى ايا كان الاداء بقى ولا ايه؟ من وجهه نظر الفانز. من وجهه نظر النقاد او الباتل رابر الموضوع بيختلف، لكن من وجهه نظري كباتل رابر، سوري خبطت المايك، من وجهه نظري كباتل رابر البارات بتكسب اي حاجه، بلا اداء بلا خرا، احنا مش في مسرح. انت بالنسبه لك انت كيوسف جابر، انا كيوسف جابر البارات بالنسبه للناس هم براحتهم يعني. براحتهم، انا بشوف البارات. الباتلرز كانوا بيشتموا بعض، تلاقي شتيمه بالاهل، فحاجه زي دي كانت بتخلي الدس زمان اقوى ولا بتخلي الموضوع سيء او ديس ريسبكت شويه؟ حته الشتايم والكلام ده كله يعني كويس، هو ديس ريسبكت بالنسبه لي، بس في نفس الوقت برضه في دسات بيبقى فيها شتايم ومع ذلك حلوه. الدسات ما بقاش فيها شتايم يعني، خلاص اللي بيحكم بقت السكيلز. زي مثلا البيف اللي كانت بين ابو الانوار ومروان موسى مثلا، سيبك من حته ان اتقال داتا، بس انت عندك ابو الانوار كان باتل رابر اذن، فهو عنده سكيلز قدر ان هو يحطها في ديس تراك 9 دقايق يمسك مروان موسى. من وجهه نظري كسب باستحقاقيه ما كانش فيها كلام اصلا يعني، لو الناس ما كانتش بتتكلم. فدسات دلوقتي اقوى من زمان بكتير. زمان كانت قله ادب، بس انت برضو قله الادب شيء لابد منه احيانا وبيبقى ممتع يعني، زي ما اتكلمنا قبل كده بحسب ثقافه الشعب، فاهمني؟ 50-50 يعني دلوقتي حلوه، بس كان دلوقتي ليها أكتر. حلاوتها، وزمان دلوقتي انا ليها حلاوتها. كيوسف بميل لدلوقتي اكتر، انا عايز سكيلز وعايز ضرب نار وداتا لو في واي فاي كمان يعني. وحشه. انا قلت اسوأ حاجه شفتها في حياتي. لو بصيت لك قلت شفايف ويسكت عشان اكلتني مدلعها هسكت لك. ايه احساسك وانت بتباتل حد صاحبك وفي نفس الوقت بتقله مثلا من بعض قدام الناس كلها؟ احساس مؤذي، مش احسن حاجه. انت عرضت لحاجه زي كده قبل كده؟ اكيد طبعا. بعد الباتل العلاقه بتفضل زي ما هي ولا بيبقى فيه تاتشات؟ هقول لك على الموقف زي ما حصل معايا بس بدون ذكر اسماء. كان في باتل متحدده لي، فانا والشخص ده قبل الباتل شدينا مع بعض، في حين ان احنا كنا اصحاب قريبين قوي من بعض. مش هتكلم في حته الشد جه من عند مين او ايه كان سبب المشكله. المشاكل اللي حصلت دي خلت ان انا كيوسف ما كانش عندي الحته اللي تخليني باقي على اللي قدامي، لان انا حسيته مش باقي عليا من الخناقه اللي قبل الباتل. قدام الكاميرا كان شكلي ان انا الشخص اللي بدات المشكله، لكن هو زي ما قلت لك مش هقول مين اللي بدأ. أيوة يعني لكن في الباتل الموضوع لما بيبقى فيس تو فيس وانت بتقول للشخص الكلام ده وهو كان صاحبك، بتبقى بتقول وانت مش عايز تقوله. الباتل دي انا ساعتها كنت عايز اروح بجد، انك انت اصلا بتباتل حد صاحبك دي بتبقى مش حلوه، ما بتحسش انك مرتاح اصلا وانت بتباتل خالص. وبالذات لو انت كمان هتقسى عليه في الليركس يعني. لو حصل مشكله تخليك ما تبقاش على صحوبيتكم، لكن لو انت هتباتل حد صاحبك اصلا وما حصلش اي مشكله لحظه الباتل نفسها، لا انت اكيد يعني. انا كيوسف عندي مبادئ اللي تخليني لو حد صاحبي واحنا لسه صحاب اكيد مش هكتب له بطريقه مهينه ليه او داتا او اي حاجه من الحاجات دي كلها. لكن زي ما بقول لك بالظبط، لكن زي ما بقول لك ان ده كان بسبب مشكله اصلا. الموضوع بالنسبه لي كان فني وشخصي وكل حاجه. ايه اصعب باتل دخلتها وليه؟ الناس مش هتصدقني، كانت باتل يويا. يوسف انت موهوم. ازاي؟
مش مستوى مش اي حاجه، بس انت بتعمل تجربه لاول مره في الدنيا هنا، وبالنسبه لعاداتك وتقاليدك بتاعه مجتمعك انت بتعمل حاجه. فاهم؟ خد بالك قبل الباتل جيت كده بعد ما حضرت خلاص وكتبت كل حاجه وداخل بقى باتلها ومش عارف ايه، قبل الباتل ما تبدا وقبل ما نبدا التصوير او كل حاجه، انا قعدت كده في الارض وانا معقب. انا فكرت كده ايه اللي انا هعمله ده دلوقتي؟ بعدها قمت قايم قلت خلاص انا اتحطيت، فاهم؟ فقمت عامل الباتل والاراء كلها كانت متضاربه، يعني ناس عندها مشكله مع ان هي بنت، وناس تانية كانت بتدعم لان شايفه ان مش فارق ولد ولا بنت، المهم ان انت بتعمل باتل راب حلو يعني، لا هتشتم بقى هيحصل حاجه. وكنت خايف برضو من اللي هي هتقوله لي في نفس الوقت، لان لو ولد قال لي اللي هي استخدمت داتا مش هتعرف ترد عليها بالظبط. انا لو ولد قال لي اللي هي قالته لي مثلا، او اللي هي كانت ايا كان هي كانت هتكتب ايه او كتبت ايه، انا كنت اعرف ارد، لكن انت برضو بيفضل عندك الحاجز بتاع ان انت لا ما ينفعش ترد برضو عشان هي بنت، بلا باتل راب بلا امريكا بلا بتاع. تفتكر ان هي الباتل دي كانت اصعب عليها من هي اصعب عليك؟ اكيد كانت صعبه عليها قوي برضو، هي اجرأ مني اكيد بكتير يعني، بس هو الشغف وحبنا للحاجه دي هو اللي بيحركنا في الاول وفي الاخر، ان احنا عايزين برضو نقدم ده بشكل جديد وبشكل في نفس الوقت كويس. عامه انا من الناس اللي شايف ان هي خدت خطوه جريئه. مش عارف، مش عايز اضحك، انا بتكلم بجد والله العظيم. لا ده بجد، سيبك من مشاكلك الشخصيه بجد والله بتكلم بجد. انا شايف يعني انا والله العظيم اول ما الباتل دي طلعت انا كنت بقول ان هي خدت خطوه مش محدش هيقدر ياخدها، وان هي صعبه اصلا، خطوه صعبه. وفي نفس الوقت في الفلوج بتاع مات الكلام انا شايف يا باشا ان دي اول مره واحده تقف قدام الجمهور والكراود الكبير قوي. انا وانا تحت خايف، فما بالك الناس اللي فوق وهي عملت الخطوه وكانت قدها في حاجه زي كده، فحاجه كويسه. بس في نفس الوقت هي برضو يعني هقول لك على حاجه، اللي بيبقى مش بيهاجمها بس اللي بيبقى رايه مختلف عنها هي بتحس ان هو بيهاجمها، فاهم قصدي؟ بسبب ان هي برضو ايه، الموضوع حساس. اكيد حاجه زي فاهم قصدي؟ حساسه بالنسبه ليها او بالنسبه ليا. انا لما حد بيجي يسالني مش انت اللي باتلت بنت، فبحس اللي هو ايه ايه اللي باتلت. واللي خلى الموضوع مش باتل بنت ضد بنت انا عرفته، مفيش بنت غيرها عايزه تباتل او عندها الجرأه انها تعمل باتل. انا كنت عايز اقول شوت اوت يويا ونسقف بس هتاخدها بطريقه فبلاش. انا اقول شاوت اوت يويا. شاوت اوت ليويا دوشه عاليه جامد. هل في حد ساعد يوسف جابر او كتب له قبل كده؟ مساعده من حيث ايه؟ اللي هو مثلا يديك نصايح في الكتابه؟ نصايح اكيد طبعا. مين بقى؟ اول حد كان عمر اسامه، كنت داخل برنامج تاني غير برنامج رابور داي، كان عندي اصلا باتل في شارع نصر الثوره. ساعتها عرفت حوار البرنامج بعد ما الباتل دي اتحددت لي ومفروض انها تتعمل، كلمته ان انا عايز ادخل البرنامج التاني ده اللي غير رابور داي. حاجه زي رابور داي بعد ما سمعته اصغر من فبعد ما سمعته الراوندات اللي انا محضرها للباتل اصلا اللي عندي في نصر الثوره، الليركس عجبته قوي، بس برضو قال لي اداني شويه تيبس كده مفيده في الباتلز ان انا اعملها. بعد كده على طول كان لورد، اول ما دخلت رابور داي كان اتعمل فيديو اوديشن، المفروض ان لورد ومحمود حسين كانوا الجادج ساعتها. انت عارف ان محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده دلوقتي. بعد فيديو الاوديشن اللي كنا بنقدم بيه للجيل الرابع في رابور داي كان في تيم لورد وتيم محمود حسين. لورد اختارني في التيم لان لورد اصلا كان عندي على الاكونت من زمان قوي. ولا عم لورد ورقه الرابحه. لورد كان عندي على الاكونت من زمان، وكان فعلا بيشوف اللي انا كنت بصور فيديوز زمان وانا على بيت، احط الموبايل قدامي كده. اقسم بالله دي النصيحه اللي بقولها ل 90% من الناس اللي بتخش تقول لي ازاي تشاف. اقسم بالله لا انا كنت بعملها اللي هو عشان ما كنتش بروح استوديوز، مش فاهم، ما كانش فيه بقى ما خلاص انت مش عندك اللي ما عندكش الامكانيه، بس النقطه ان انت عايز الحاجه، فانت باقل حاجه انت باشا انا احط الموبايل وهعمل البيت، احط الموبايل قدامي واشغل البيت على تليفون تاني. وقت الفخامه كنت جبت بقى صب وبتاع، فاشغل البيت جنبي وراب قدام الكاميرا لايف على اللي عايز حاجه بيعملها من الاخر. خدها اللي عايز حاجه بيعملها. ساعتها لورد كان عندي اصلا على الاكونت، فلورد اختارني في التيم بتاعه. كانوا بيتخانقوا عليا بس لورد اختارني عشان قال له ده صاحبي بقى ومش عارف ايه وبتاع. سوري يا لورد نفسي. لورد كان في كذا حد معانا في التيم غير تيم محمود حسين، وبرده قال لي شويه تيبس وقال لي على حاجات اعملها، والحاجات دي برده من الحاجات اللي انا ركزت عليها قوي. وكانت الحاجات اللي هو بيذكرها هو اللورد زي ما انت قال لك ان هو بيحب البرفورم والاداء والبرفورم وشغل المسرح وما الى ذلك. فدي برضو خلتني بعيدا عن البارات، انا لازم انمي دي برضو، فاهم. وتوب 1 في الميدل ايست دلوقتي اعمل ايه؟ والله العظيم برنس، والله بجد انا والله العظيم رقم 1. هل انت شايف ان الجيل القديم احسن من الجيل الجديد ولا الجيل الجديد احسن من الجيل القديم؟ خش قلت اطلع بره لورد بعد اذنك هخلص اجاوب السؤال ده. انا بالنسبه لي شايف ان الجيل القديم كان ليه مميزات
والجيل الجديد ليه مميزات. وبرضه مش عايزين ما نذكرش ان الجيل القديم كان بدأ الموضوع ده وهو جديد عليه، وكان اول حد يعمل الموضوع ده اصلا عندنا هنا في منطقه في مصر بقى او الوطن العربي. فكان برضه هم مش عارفين المفروض الموضوع يطلع شكله عامل ازاي. الجيل الجديد هو جه عارف المفروض يعني معلي اسطمبه من الاخر، وهو قدر ان هو بيزود بقى حاجات ويضيف. فاقرب مواجهه حصلت بين الجيل القديم والجيل الجديد باتلر ان الجيل الجديد هو اللي كسب. الحكام بتوع راب اور داي بيبقوا من الجيل القديم، شايف ان هم بينحازوا للجيل بتاعهم اكتر من الجيل الجديد؟ انا حاسس ان انا رميت قنبله. حصل يا ريس. انا بشوف ان الجيل القديم هو ممكن يبقى ليه الافضليه اكتر في ان هو يجادج، بحكم ان الخبره بتاعته، سواء حته خبره او ايا كان، بس الناس كلها شايفه ان الراجل ده رايه مسلم به، او اغلب الناس شايفه كده ان رايه مهم ورايه مبني على اسس ومقاييس. فحته التحيزات الشخصيه ان هي تحصل في باتل ده اكيد هيكون استثناء وغلط، ما ينفعش ان هو يحصل. اكبر دليل على كده لما اتعمل في باتل ال16 مثلا باتل بين موسى وقطو. انت عندك قطو اقدم من موسى كسب الفوت والحكام اختلفوا على مين اللي كسب، فالموضوع كان برضو في ايد الناس. فعشان كده بشوف ان الموضوع 50-50 يعني. شايف حته ان وجود الاثنين جادج مع الفانز دي كانت مهمه، ودي اللي كانت ناقصانا الليج اللي فات، وده كان كل اعتراضي. انا فعلا كنت عايز جادج، لان مش دايما راي الناس صح، ومش دايما رأي الجادج هيكون بالطريقة اللي مش هيكون فيها عاطفة، لأن كده كلنا بشر، فاهم؟ كله بيبقى عنده عاطفة وممكن يميل للشخص ده غصب عنه أصلا، وحتى لو هو بيقيم على أسس وهو يخترع حاجات عشان يشوف إن الشخص ده كسبان. بيبقى في بعض الانحيازات الصغننة عاطفية صغننة. حلو إنك أنت بتجاوب الإجابة صح وبتفلفص منها كده، فاهم؟ باتل راب. مين أحسن باتل رابر أنت شايفه جنب يوسف جابر؟ تحت يوسف جابر. اسمح لي بقى عشان رديت ردود دبلوماسيه كتير قوي، عشان جنب يوسف جابر دي هي منتاليتي يا اسطى، وكاركتر وبرسونا وبارز، ولازم يبقى عندك كل حاجه. حتى زي ما قلت لك يعني هنرجع برضو للسؤال لثالث مره تقريبا، بتاع البارات ولا الاداء. انا شايف ان مفيش حد جمع بين البارات والاداء احسن مني. لو حد ممكن يكون اداؤه اقوى مني بحاجه بسيطه، هتلاقيني في البارات انا اجمد منه بكتير. دي وجهة نظري الشخصية، الكلام ده مش مسلمات او مسلمات. بشوف ان مفيش حد فعلا يقدر ان هو يتفوق عليا في اتيتيود، بيرفورم، بارز، السكيلز اللي موجوده في البارز نفسها. ما حدش بيكتب سكيلز اكتر مني في الراوند. بتتكلم حاليا وفي اي وقت. انا حاسس ان انا الباتل رابر الوحيد اللي مش هيجور عليه الزمن في وجودي. الحمد لله الناس بقت شايفه حته ان بيسالوا على الجيل القديم دايما. انا حاسس الناس دلوقتي بقت في شايفه ان انت وشافت ان انا قدرت ان انا املى حيز الفراغ اللي كان موجود لما الناس كلها كانت بتقول رجعوا الجيل القديم ومش عارف ايه وبتاع. قشطه، انا شايف ان انا في وجودي دلوقتي الناس مش عايزه الجيل القديم في حاجه. في نفس الوقت انا شايف ان انا كاتب بارات اصلا. انا كان اعتمادي اصلا، انا الباتلز بتاعتي كان ممكن في الليج اللي فاتت كان ممكن اخسر عادي. همي ما كانش المكسب اصلا، على قد ما انا همي ان انت مش المفروض تفهم البارات دي دلوقتي اصلا. بس سبحان الله يعني قلتها واتفهمت، والناس كانت بتشوف ان انا بكسب الباتلز بتاعتي. في باتلات ممكن تكون جدليه بالنسبه للناس، هي بالنسبه لي ما فيهاش جدليه بنسبه 0%. وبجد الباتلات كانت جدليه مثلا عشان اللي قدامي زود في التايم، اللي قدامي قال حاجه معينه انا ما عملش عليها فري ستايل او حاجه من الحاجات دي كلها. مفيش. حد يجيب اسم يا جدعان. اي حد شايف اسم ونفس انا مستعد ان انا باتلو و3-0، وممكن اتنازل عن راوند هكسل اكتبها. تعالى ديزاستر الجيل الجديد، ايه اكتر اسماء بارزه فيهم انت شايفه دلوقتي؟ اكتر اسماء بارزه عندك موسى، عندك مزاجنجي، ادم جو، كريم ابو زيد. قلتهم كلهم كده، اصل فعلا كلهم متميزين يعني بالنسبه لي، غير ان كلهم على المستوى الشخصي اصحابي، ودي الحته اللي كنت بتكلم عنها ان يبقى في تحيز عاطفي نوعا ما. موسى مثلا اجمل كاركتر دخلت في الجيل الجديد. ادب سكينه في زورك، اسمعهم رنين احبال صوتك وانت بتصرخ وبتتنفس وبترش دم. 3 حاجات في وقت واحد. انا التيم ليدر اللي اداله المالتي تاسك ده. مزاجنجي احلى واحد يقدم شو يسخسخك ضحك وانت واقف. يا درويلة ازيك؟ ايه الدنيا عندك؟ ومين اللي قاعد جنبك ده؟ يا ترى بتتفرج على الباتل مع اصحابك ولا حبايبك ولا انا سايبك؟ يا درويلة ازيك؟ ايه الدنيا عندك؟ انا كنت لسه بكلمك من مستقبل وبسألك ايه الدنيا عندك؟ بس اللي هو انت قادر تتفاعل معاه، هو عارف ايه الحتت اصلا اللي هتضحك الناس وايه الحتت اللي هتخلي الناس تسمع، وكراود كنترول. في اسم مشهور في الساحه دلوقتي او زمان شايفه اوفر ريتد، واخد اكبر من حجمه؟ اه مين بقى؟
المونت مش عارف يس كره قوي عشان هو الفانز بتوعه. والله ما فيش اي كراهيه، بس انا ما بسمعوش ليه؟ بحس المشاكل تافهه ومحدش عايز منك حاجه، محدش يكلمك، بس دي كل مشكلتي. لكن في حاجات بسمعها له خد بالك، بس حاسس ان هو مش واخد اكتر من اللي يستحقه. كده كده الارزاق بتاعت ربنا، بس أيوة. يعني حاسس ان هو انا كنت مين لسه قايل لك مزعلك تراك يعني؟ مع السلامه 3، انا شايف ان مفيش كونسيبت. اللي هو انا بالنسبه لي تراك مع السلامه 3 فايرال عشان اللي بيسمعوه المشاكل اللي فيه مرتبطه بالاندر ايدج اللي فايرالوا التراك. مثلا انا شايف ان يعني ايه يعني صاحبتك مش عارف ايه ضحكت عليك وايه يا عم مش فاهم. انا اللي بيخليني برضه ما بحبش اسمعه حته ان انا حاسس ان دي مش مشاكلي، فاهم يعني؟ دي مشاكل فئه كبيره، فبالتالي هو مسموع دلوقتي، بس الفئه الكبيره دي مش الفئه العمريه اللي انا ابقى حابب استهدفها انا كيوسف او أيوة. اي حد ارتست. شايف ان في اسم مشهور في الساحه اوفر ريتد في مجال الباتل راب؟ في مجال الباتل راب واخد اكبر من حجمه. لا، في مجال الباتل راب اللي وحش بياخد بالشبشب من الفانز، عشان احنا عندنا الفانز قاسيين قوي يعني. بس خلاص هي دي الاجابه، مقتنع جدا. بس كده 100 بس برضه في عيال ايه اغبى غلطه بيعملها الباتل رابر اول ما بيبدا؟ لو خد فيدباك حلو في الاول، الايجو لو مسكك تحت يوسف جابر انت مش هتعرف تطور من نفسك خلاص كده. مش هتعرف تطور من نفسك، وهتبقى انت الوحيد اللي مصدق في نفسك. مم. الناس كلها بتقول لك يا ابني انت وحش، وانت بس انت ما بتحبونيش انت. أيوة. انت بقيت وحش يا اسطى، بس انت الايجو بسبب اول فيدباك انت خدته كان حلو. هو انا كنت هقع في الحته دي، او ممكن اكون اوريدي وقعت فيها في كام باتل، وحصل دروبات، بس رجعت فوقت لنفسي اللي هو لا، هو انا مش بعمل باتل واحده بس اخد فيدباك حلو وافضل عايش على حسه، لا المفروض افضل اعمل باتلات حلوه. كده الاسئله خلصت يا معلم. تاني هندخل راوند 2. دلوقتي معانا 16 اسم في دور الثمانية. هنحدد مين احسن باتلر بالنسبه لك، وانا مش حاطط اسمك لان انا عارف انك تختار نفسك. حطينا 16 اسم قويه جدا. يوسف جوكر ولا فانديتا 9؟ فانديتا 9. محمود حسين ولا انيس؟ محمود حسين. بس يعني انيس هيقدم هتبقى باتل حلوه اوريدي اتعملت اصلا قبل كده. انا واحد محدث بس دلوقتي محمود حسين اكيد، انا بحكم على دلوقتي. قرصان ولا كريم ابو العرب؟ هي اتعملت من قريب وكريم ابو عرب كسب، اذا فكريم ابو عرب. قرصان خد بالك نزل من قريب ان هو اعتزل الباتل راب، فانت خسرت عشان كده. انت بالنسبه لك بقى كريم ابو العرب ايه احسن من قرصان؟ لا فرغلي ولا زارا؟ فرغلي. نروح على هناك. مالك عادل ولا موسى؟ موسى اكيد. اكيد مش اكيد، لا مش اكيد موسى اصلا وخلاص. ديزاستر ولا احمد سانتا؟ صعب قوي. بص كده بالعربي سانتا، بس عالمي ديزاستر، بس انا اختار سانتا عشان مصر. احنا بندعي ابن بلد. كل دول مصريين يعني، احنا مش عاملين أيوة بطولة فاهم. عالمية ومجي كنت هتطير. معلش بقى ديزاستر. سوري يا خالو. ارسنك ولا ابو الانوار؟ في لقاء باتل الأحب. راب؟ في باتل راب طبعا. ارسنك بالحب والجدعنة والاخوة. يعني انت قصدك انك بتطبل لارسنك؟ لا طبعا عشان هما الاثنين اخوات. ايوه فهمتك عشان كده مش بيطبل لارسنك. بحبك يا ميمو. نادر سينس ولا نادر سمير؟ مش جدلية على قد ما انا لو قلت رأيي هتكره قوي. اما جدلية كده يعني جدلية. المفروض الاثنين لحد دلوقتي 2-1 يعني حرفيا هم عملوا 3 باتلات و2-1 لنادر سينس، فاحنا نختار نادر سينس بناء على الارقام والاحصائيات. بس انا من محبين مدرسة نادر سينس. يعني هتختار مين؟ نادر سينس. ربع النهائي. محمود حسين ولا فانديتا 9؟ اصل فانديتا مبقاش باتل ومحمود لسه بيباتل. خد البرايم بتاع ده والبرايم بتاع ده. برايم ده قدام برايم ده فانديتا. انت اخويا حوده وعارف حاجه زي كده. كاستمراريه محمود صح؟ محمود. برايم فانديتا ولا استمراريه محمود حسين؟ انا اختار فانديتا. اذا فانديتا 9. بحبك يا حوده والله العظيم، انت عارف والله يا حوده، بس يعني كريم ابو العرب ولا فرغلي؟ فرغلي. بحبك يا كيمو. موسى ولا احمد سانتا؟ اخويا موسى، بس احمد سانتا لا انا ولا اصحاب ولا هو ذات نفسه اختار احمد سانتا. ارسنك ولا نادر سينس؟ ارسنك. ندخل على نص النهائي. فانديتا 9 ولا فرغلي؟ برايم ده قدام برايم ده، فكانت الاتنين فعلا يا لهوي. اوف ما عندكش جاتا. برايم ده قدام برايم ده فرغلي. احمد سانتا ولا ارسنك؟ ارسنك. واذا فالنهائي هو فرغلي ولا ارسنك. هنا بقى في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا في الكومنتس اللي يكسب، فرغلي ولا ارسنك. والسلام عليكم. نقوم بقى رازعين التليفون واحده. فرغلي يا اسطى. فرغلي. يس لا رجعها يس. اختار لي ارسنك يس، الراجل ده هيباتل ديزاستر كمان شويه، ما ينفعش. خدنا ارسنك.
كده ارسنك هو احسن باتلر في تاريخ راب ورداي بعد يوسف جابر. بعد يوسف جابر. البيك بتاعته فعلا بتنافس قوي البيك بتاعت فرغلي، وفعلا انا يعني لحد دلوقتي مش عارف اختار مين فيهم، بس ارسنك لان ارسنك حتى الان عنده الاستمراريه. فرغلي وقف الموضوع تماما اللي انا اعرفه يعني، وانتظروا ان شاء الله لو الكلام ده حقيقي يعني باتل ارسنك وديزاستر قريبا، وارسنك عمر يا ما تبقاش ده نور برلين اللي قاله صح؟ أيوة، عارف الفكر ليه؟ بتاعي. عرفت منين؟ عشان انت قلت بصوت نور برلين. يا عمر يا وام. بحس ان انتوا اي كلام ماشي. جبتها قوي جبتها قوي قوي يعني، لو انا حسيت ان انا الف كتف الاقي نور برلين يقلع الماسك بتاع محمد ايهاب. محدش يجي معايا اجمد واحد فيكم كلكم. طيب ماشي. لسه بتجيب الصوت قوي يا اسطى، لو مش هتضايق يا اسطى تحط. انا بحبه فشخ، انا بحبه فشخ، وهو مش عارف هو فاكرني والله مش بحبه، بس انا بعشق نور برلين. والله عامل له فولو من الاكونت البرايفت، هو الباتلر الوحيد تقريبا اللي عامل له فولو من الاكونت وهي بتفرج عليه فاهم. نور برلين جامد قوي. هو انتوا الثلاثه كده اخوات؟ انا وكريم بس. انت مين يا اسطى؟ انا اسف. متربي معانا واسمه كريم واسمه مروان ايهاب، يا جدعان ده ساكن جنبنا. اللي في طنطا كلهم الجيل التاني اسمه ايهاب. انا عموما لازم خلاص اشوف السين الطنطاوي واقعد هنا اعيش هنا. دلوقتي يا جماعه دي كانت نهايه حلقتنا مع يوسف جابر. يا جدعان الحلقه فعلا صعبه عليا وعليه حصل. يعني بجد، هو انا بسال اسئله صعبه. وعموما مفيش اي مشاكل، وانا مفيش مشكله بيني وبين اي حد. كل اللي اتقالوا في الفيديو اخواتنا، كل اللي اتقالوا في الفيديو فيه كلام سابق ما بيني وما بينهم، وبحبهم جدا من اول فرغلي لحد ارسنك لحد نادر سينز لحد موسى. كل الرجاله اخواتي، واخواتي يوسف جابر طبعا وعلى راسنا، بس هي بتبقى اراء بس مش اكتر، او بنقول حاجه مثلا ايه احنا واخدين بالنا منها، يعني بنقول اراء فنيه بدون تجريح شخصي. مظبوط كده. بس يا جماعه دي كانت حلقتنا، وشكرا انك اتفرجت لحد هنا، وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتلاقي حساباتنا تحت، حساب يوسف جابر حساباتي، وشكرا انك كملت لحد هنا.